الترند العرضي اخطر وقت تتداول فيه لانه بيخدع المحترفين قبل المبتدئين، بس مش معايا الكلام ده. انا يوسف سيد ودي سلسله تداول اذكى. الاتجاه العرضي هو ان السعر يتحرك في نطاق افقي او عرضي محدد. قمم بتكون منطقه مقاومه في الاعلى، وقاعان بتكون منطقه دعم في الاسفل. الاذكياء اللي زيك ما ينفعش يقعوا في الغلطه دي. لو بتتداول عليه اوعى تشيل الستوب، علشان لو مسك اتجاه هيدمرك، وهعرفك ليه. الاتجاه العرضي 3 اشكال. واحد، عرضي مائل من البسيط لتحت او لفوق لكنه على نفس المستوى تقريبا، ده ما بدخلش معاه. 2، بسميه عرضي قبل الخبر، بدخل معاه لما يكون جاي من اتجاه صاعد او هابط قوي ومتابع ومحلل الاخبار كويس جدا. 3، عرضي ثابت بيكون بين دعم قوي ومقاومه قويه، بدخل شراء من الدعم فقط لو الاتجاه اللي قبله صاعد، والعكس في البيع. اقول لك على سر، شفت الصفقات الاستثماريه اللي بشاركها معاكم بدخلها بناء على الطرق دي، وبعزز اكتر بعد كسر حقيقي للدعم او المقاومه. وغالبا كل لما الاتجاه العرضي يطول اكتر، كل لما الانفجار السعري يبقى اقوى، عدد نقاط اكتر وربح اكتر يا صديقي. يلا نشوف فهمت ولا لا. انا قلت كام شكل للترند العرضي وتعريف كل واحد فيهم ايه. جاوب في الكومنتات وهقول لك صح ولا غلط. ولو سالوك احترفت التداول منين، قول لهم عامل فولو وسيف لفيديوهات يوسف سيد.